كان حجر الماظ اسمه ميتيور كات كان النيزك. في خاتم. كان حجر الماظ اتباع لاحد الشخصيات يعني العامه تقريبا، والحجر ده لغايه النهارده انا مش باصص فيه يعني، خلاص ربنا يبارك له. خاتم بس يعني حجر خاتم فيه فص الماس. مش في نيكلس او حاجه. لا، خاتم الفص ده. سوليتير، خاتم اللي هو موديل السوليتير. عشان الناس احيانا لما بتسمع سوليتير ده يقول لك سوليتير يبقى الماس، لا هو مش الماس، هو السوليتير الموديل بتاع الخاتم اللي شايل فص واحد اسمه موديل السوليتير. يعني السوليتير ده مش حجر. ايه ده؟ السوليتير لا دي ده فكره حلوه. يقول لك السوليتير ده عايز يعني، موديل. يعني لما حد يقول لك عايز خاتم سوليتير نديله خاتم فاضي كده من غير ما هو حجر، ده الناس سوليتير بقى اهو اتفضل. ده تعودوا رخيص ده. بقى، طب حلوه دي. بالظبط الناس بقى تعودوا بقى خلاص ان السوليتير يبقى دي خاتم الحاجات الماس. بقى، دي الحاجات بقى الغريبه اللي انا بكلمك عنها يا احمد، ان هو يكون واحد انت مش شغلتك مش عايز فاهم خاتم حاجه. سوليتير لو سمحت، يقوم خاتم سوليتير يا فندم، هو بيجيب له خاتم الماس، هو مش المقصود بيه دايموند، هو مقصود بيه هو مقصود بيه الموديل بتاعه. موديل الخاتم، موديل السوليتير. اوكي. كويس. حلو ده. بس مين بقى النهارده برضو حلو ده. تفاصيل بقى زي الالماظ اللي طالع الايام دي مثلا، اللي هو السي في دي، ايه بقى السي في دي ده؟ كيميكالز فيبر ديبوزيشن. يعني مصنع؟ بص، هو للاسف ان احنا هنحطه تحت بند ان هو الماظ، امال هو ايه؟ للاسف. يعني انا كنت احب الالماس طبعا يكون ريال دايموند، يعني الماس خارج من تحت الارض، نتعرض لضغط وحراره من على ابوه الاف يعني. السنين، الماس حجر الماس طبيعي. امال ده ايه بقى السي في دي ده؟ بص بقى الالماس ده، اقول لك شويه معلومات على فكره بقولهاش بس انا هقولها لك. مش هنقول لحد. الالماس ده عباره عن 12 عنصر، اهم عنصر فيهم اللي هو الجرافايت، اللي هو الجرافيت، اللي هو الكربون، اللي هو الفحم. ماشي. تمام، ده اهم خدناها في عنصر حصة فيهم. العلوم دي. مفيش علوم ايوه ولا دي حاجه. ده دي بس هو خدناها في حصة العلوم. الالماس 12 عنصر، اهم عنصر فيهم العنصر بتاع اللي هو الكربون، عشان ما ماشي. اقعدش اقول لك في مصطلحات انت ممكن حلو. تتوه مني فيها او كده. لا انا كنت ادبي. كويس. بالراحة. فطبعا هم سنه 51 طلع واحد عالم روسي وقدر ان هو يعمل اول حجر سي في دي اللي هو كيميكالز فيبر ديبوزيشن. جاب عنصر الالماس وحطه مع بعض العناصر وكون منه حجر الماس. الالماس معروف ان هو عاكس للضوء، غير منفذ للضوء. يعني أو ايه اقول لك انا، انت واقف دلوقتي مثلا قدام المرايه، ينفع تقف قدام المرايه ما تشوفش نفسك؟ اكيد لا. مش ممكن. طبعا. لازم تعكس شكلك. انا طبعا. واقف قدام المرايه بلبس، بعمل، بسرح، بعمل، بسويه، فانت لازم تشوف نفسك. طبعا. الالماس المفروض ان هو زي المرايه، عاكس للضوء. كويس. الضوء يدخل جواه يتعكس تاني. والناس بتشتري ليه؟ العناصر بتاعته كلها متكافئه جدا، ما بيتكسرش الا بالماس زيه، وفي بريليانسي، يعني ايه في لمعه، تلألؤ ولمعه وحاجه زي كده عشان عاكس للضوء. السي في دي منفذ بعض الشيء للضوء، ارخص. ارخص. حلو نجيب ده. انا اجيب سي في دي. انا انت راح. حر. لكن هو يعني بالبلدي كده هو الماظ مصنع، يعني لو عايزين نبسطها. هما ما حدش كذب، بس انا احترم الشخص اللي يقول للناس ده سي في دي، يعني زي علشان ما يجيش حد يبيعه انه دايموند يقول له اوريجين. ان هو ريال دايموند، ان هو خارج من اوكي. تحت الارض. طب انت اللي ما قلتليش الخاتم اللي انت كنت متضايق عشانه ده، ايه مش متضايق فرقه؟ ولا حاجه. لا. ايه فرقه كان عن حاجه بقيه نادره الحاجات؟ بس. ايه لا، فرقه؟ كان ما كانش راوند، كان ميتيور كات زي ما بقول لك، حجر نيزك اسمه كده، اكتب كده على ماشي. الانترنت. بس اكيد في ميتيور منه كات. تاني. لا. وان اوف وان يعني، لا هو مش وان نيزك اوف واحد وان، هو في منه تقطيع. انا قصدي ان انت ممكن تجيب زيه تاني. ممكن اجيب زيه تاني بس هيكون بصعوبه، لان هو تقريبا بيتحك مخصوص عشان خاطر اللي عايزه. يعني انت كنت جايبه مش سبيشال اوردر؟ متداول، لا ما كنتش جايبه سبيشال اوردر، انا كنت جايبه ليا احطه في المكان عندي، لان الكات بتاعته عجبتني جدا جدا. كويس. وبعدين جالي حد كان مزنوق بقى في الشبكه بتاعته، وما كانش فيه حجر الوزن ده الا الحجر ده، فديتوله. فاضطريت ان انا اركبه على الخاتم السوليتير ده،
واديته له، قلت له خلاص اتفضل، بس خلي بالك انت معاك حاجه مختلفه جدا، مش اي حد يعرف يوصل لها، حاجه نادره جدا، حاجه يعني حجر الماس فعلا نادر قليل، الكات بتاعته هي اللي مختلفه.